قدر الإمكان. أنا أعتقد فقط قضيتين، يعني القضية الأولى هي يعني يمكن ما راح يصدقها أحد، بعض المراجع لا يمتلكون المال للذهاب إلى الحج، وبالتالي هناك مسألة مهمة جدا في هذا الجانب، أن من لم يستطع الحج فحجه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وهذه مهمة يعني جدا. هذه قضية شيخ كاظم هذا منطقي؟ هذا منطقي؟ هذا معقول؟ مبالغة، لكن هاي نعم هذا حقيقي. لا منو من المراجع شيخ كاظم اللي ما يمتلك مبلغ الذهاب الى الحج؟ لا يملك حتى بيت ومستأجر، وبالتالي هذا حج مستحب يا أستاذ محمد. أنا ما أريد أخوض بالتفاصيل الفقهية، هذا حج مستحب بالنسبة لهم، الحج الواجب هم أدوه وانتهى الموضوع. إضافة إلى ذلك لا يحتاج منا أن نذهب إلى يعني المراجع أن يذهبوا لإجابة الناس. نحن على المستوى المذهب الجعفري هناك رسائل عملية للبصرة، بعدين نعطي التفاصيل. لكن بالبداية أحب أن أذكر الأخوة العراقيين المباوعين الكرام أن العراق محتل من قبل إيران، وكذلك مختل عقليا من كثرة اللطامة وإفراخ الجمعية. فأريد أن أذكركم العراق يحكم من 4 ملوك، هندي وأفغاني وباكستاني وإيراني، والإيراني ابنه يتحكم بالعراق اسمه السيستاني، وابنه اسمه محمد ريزو. فالعراق محتل إخواني. كذلك بالبداية